السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة نروح لمحافظة القليوبية ونشوف اللي حصل بين الأخ وأخته، وكل ده كان بسبب الأب. الأب هنا كان عنده اتنين، إبراهيم وعزة. كان بيفضل ابنه الكبير على بنته عزة. هو ده اللي هيبقى راجل بعدي، هو ده السند، هو ده ابني، هو ده مش عارف ايه. طبعا الراجل هنا كان بيفضل ابنه قوي قوي عن البنت، رغم ان الزوجه كانت دايما تقول له لا، يعني لازم اعملهم الاتنين زي بعض، ما ينفعش كده، الولد زي البنت، ده البنت في الزمن ده احسن من الولد ومش عارف ايه. كان يقول لا، إيه اللي انت بتقوليه دوت، انا عندي ابني مش عارف ايه، انا ابني ايه. طبعا كان بيفضل ابنه قوي عن بنته. طيب، اللي حصل هنا ان الولد كمان جه مره يقول له اروح المدرسه، ما رضيش ان هو يروح المدرسه، وقال له لا انا مش هروح مدارس بقى، انا ماليش في المدارس يابا وبتاع، انا مش عايز اروح مدارس، انا ماليش في المدارس. قال له ليه يا ابني وبتاع؟ قال له كده، انا مش عايز اتعلم. قال له براحتك. هنا الام اتجننت، قالت له ازاي انت تسمع كلام ابنك يقول لك مش عايز يروح المدرسه؟ يعني خلاص خلاص للدرجه ديت. قال لها خلاص سيبيه براحته. هو كان كبير كمان، يعني كان كده، كان في الثانوي، وبيقول لا مش عايز اروح المدارس، مش عايز اتعلم وي. الام تقول لزوجها كده ما ينفعش، هو مصمم، وقال لها خلاص الولد هو كيفه كده، وهو مش عايز يروح مدارس، احنا هنغصبه على المدارس، هنغصبه على التعليم، ما خلاص كفايه ان هو بيعرف يقرا ويكتب. الولد هنا طلب من ابوه ان هو يجيب له تريسيكل، وقال له جيب لي تريسيكل اشتغل عليه احسن 100 مره من المدرسه وقرفها وي والكلام ده كله. الاب سمع كلام ابنه وقعده في البيت وجاب له تريسيكل اللي هو عايزه. شويه قال له يابا انا عايز توك توك. قال له عينيا يا ابني اجيب لك توك توك زي ما انت عايز. جاب له توك توك، وحط له بقى توك توك والتريسيكل تحت البيت، ولا بيسوق ده ولا بيسوق دوت. ينزل العصر يلف بالتوك توك شويه ويرجع، لا معاه فلوس ولا حاجه، يقول لهم ده انا كنت قاعد مع اصحابي، انا كنت مش عارف ايه. والراجل كل اللي بيمتلكه فدان ارض والبيت بتاعه اللي هو ابوه، لغايه ما في يوم من الايام الاب هنا توفى ومات، وساب لهم الفدان وساب لهم البيت. جه بعد كده بقى، طبعا بعد ما ساب لهم الورث دوت، الولد يقول لهم انا الورث ده كله بتاعي. ازاي يا ابني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ليا الطمن. الام بتقول له انا ليا الطمن، واختك شريكه معاك في البيت وشريكه معاك في الارض. لا لا، الاخت انا ما عنديش انا كلام من ده. ايه اختي تورثني؟ وايه اختي تورث ابويا؟ ايه ابويا ساب لي الفدان ده سابه ليا انا لما تتجوز ده بتاعك انت يا ابني، ما ينفعش يا ابني مش عارف ايه. الاخت قالت له هنا انا مش هينفع اللي انت بتقوله دوت، انا لازم اخد نصيبي من البيت ومن الارض. الواد كان مصمم ومش راضي خالص. الام قالت له طب يا ابني خد الطمن بتاعي، انا مش عايزاه، ود اختك نصيبها. قال لها لا ملهاش نصيب. البنت قالت له طب انا هبيع لك نصيبي. قال لها تبيعي لي ايه؟ انا بقول لك انت مالكيش اثر حاجه عشان تبيعي لي، مالكيش كلام من ده. والاخ برضه كان مصمم ان هو ما يديش لاخته حقها. طب يعمل ايه هنا؟ الام راحت مره عند اختها، فرجع البيت بيقول لاخته امي فين؟ قالت له ده عند خالتي. قال لها طب تعالي انزلي معايا. انزل معاك اروح فين؟ قال لها تعالي معايا عند المحامي. ليه؟ عشان خاطر تتنازلي عن نصيبك في الارض وفي البيت. قالت له لا طبعا انا مش هتنازل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا انا حقي هاخده، وهاخده بالمحاكم لو انت ما رضيتش تديني حقي. الواد قال لا طب خلاص ماشي. راح واخد بعضه، راح نازل، راح جاب بنزين من بنزينه في جيركن، وراح دخل الشقه، وراح رامي البنزين عليها وفي الشقه، ومولع في الشقه، وقفل باب الشقه ونزل، وراح قافل كمان باب البيت. وهنا طبعا النار على ما طلعت، والناس بتاعت تصوت وتصرخ، الناس على ما اتلمت عشان تكسر الباب اللي تحت. ومهم اتصلوا بالدفاع المدني والاجهزه الامنيه، جت على ما طفت، كانت البت كانت راحت فيها وماتت. كل ده علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الورث. ان طبعا هنا الاجهزه الامنيه ايه اللي حصل وايه الحريقه دي سببها ايه؟ قالوا ان هو احنا شفناه بينزل وبيجري وقفل الباب، واحنا يعني هو الولد ده اصلا ولد شقي ومش محترم ومش مؤدب في المنطقه كلها وبتاع. مهم ايه؟ تم القبض عليه واتحكم عليه بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي. كانت آخرته الإعدام. كل ده ليه؟ علشان خاطر مش عايز يدي أخته نصيبها اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه في القرآن الكريم. وكل ده ليه؟ علشان خاطر الأب مربي ابنه تربية غلط من البداية، مفضله عن البنت، ومحسس إن الولد إن هو كل في الكل. هنقول إيه غير لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.